الشعب يريد إسقاط المطر. خير شو صاير مع أخواتنا بالطائفة الشامية؟ يعني خلصتوا بالطائفة العلوية والدرزية والكردية، استلمتوا له الزلمة لأنه حكى كلمتين؟ إيه الله يصلحك، أنت كمان حكيت كلام كتير كبير. يعني هذا الحكي ما بينحكى هيك على العلن، عرفت كيف؟ يعني في منه صح وفي منه يعني انت كمان زودت، عرفت كيف؟ عيب. لبيني وبينكم هذا الحكي عم ينحكى بالبيوت على الهسي، عرفتوا؟ في بيوت عم ينحكى فيها، بس هو مدري شو تحمس قال لك حرية مو هيك. اخي احكي لك كلمتين ابو كفين بالمخفر. قبل كنا مثلا واحد يخاف من الدولة، هلا صرنا عم نخاف من الشعب. استنوا جايتكم انتم جماعة تعليقات البنى التحتية خربانة تبع الكهرباء، انا معك، بس البنى التحتية الخازوقية تبع المواطن أصعب بكتير، مو بس خربانة يعني هلكنا خالص ما في. بعدين نسيتوا اللي شو كل عمرهم يطلعوا مظاهرات ليسقطوا المطر؟ ما كنتوا تحضروا قناة سما؟ لك كان بالصيف يطلعوا مظاهرات مشان يسقطوا المطر، نسيانين ما؟ يا عب الشوم، يا عب الشوم على الخبز والملح. بس انت ما بدك مستثمرين، ماشي؟ طب انا وياك ما معنا ندفع فاتورة الكهرباء، من وين بدنا نستثمر بالبلد؟ فكر فيها لك اخي. بس كمان انت عم تحكي من جهه انه انا اذا بده يجي المستثمر وانا ما معي مصاري بدي يصير شغيل عند هذا المستثمر، يعني ابن البلد بصير شغيل عند الغريب. انا فهمانه عليك. اما بالنسبه للكلام اللي حكيته الثاني يستر عرضك، انا ما دخلني، ما حتى ما بسترجي عرضه بس لإلكم شغله، موضوع الشام بالذات، الشام ما فيها بس انه الشامي، الشام عاصمه فيها العلوي والسني والدرزي والكردي الشام يعني كل سوريا. يلا بما انه فيها كل هدول، يلا جماعة الساحل امشوا، وين في انفصاليين، وين في ما بعرف شو، قوموا ننزل كلياتنا على الشام ونفوت معهم بالمظاهرة، تنحط بظهر شوام اخير رب الشام وعها ما حدا يجي بصير شوام خالص نوب. لك الشامي بالبارودة طلع الفرنساوي، الله يسامحك يا زلمة الله يسامحك كل ما بحضر باب الحارة بقول الله يسامحك ليش طلعته. كنا هلا قاعدين عم نحكي فرنسي وكسكت وفي ومدري شو. ممنوع حدا يزعل الشام، لانه اذا زعلوا مننا حبيبي وقت نحن بدنا نهجم من البلد بدنا ننزل على الشام اجباري على طريق المطار. تصور والله يعملوها فدراليه ويسكروا علينا بقى المطار، كيف بدنا نطلع من البلد؟ تفضل وطلعوا مظاهرات قد ما بدكم وطالبوا بحقكم هيك بس بهدوء وبرواق، الله يرضى عليكم ان شاء الله بس ايدكم عملكم بالرواق اخي، مو كل شيء بينحكى، مو كله على العلم، بالرواق شوي شوي. يعني الدولة انتو شوي شوي كمان اعطونا الاسعار على مهل، ارفعوا لنا اياها على مدى سنين يعني، وانتو شوي شوي. اهل الشام ضلوا عم تطلعوا مظاهرات وطالبوا بخفض الاسعار وهي الاشياء، الله يخليكم انتو هونيك قريبين يعني من مجلس الشعب وهي القصص، صوتكم مسموع. نحن بغير محافظات كتير بعاد، عرفتوا كيف؟ والنت يعني قالوا انه كتير ضعيف، فما عم توصل الرسائل وما ريلات ما عم توصل لهونيك، وصوتنا والفيديوهات ضعيف كتير، ما عندهم شبكة بالشام. ضلوا عم تحكوا مشان الله.